بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، إننا نذكر في شهر رمضان المبارك الحروب والمعارك التي قامت في هذا الشهر العظيم، والتي نالت من بركته النصر للأمة، والتي كان لها وقع كبير في حياة المسلمين، ولا سيما أن أول معركة للدولة الإسلامية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في شهر رمضان المبارك، وفي 17 منه بالذات، موقعة بدر الكبرى، التي كانت من أعظم المعارك ومن أروعها، وإذا نظرنا إليها نستفيد منها دروسا وعبر كثيرة، ولكننا نقف مع بعض الدروس منها وإن لم نقدر على إحصائها كلها. من هذه الدروس التي تبين لنا أسلوب القائد الناجح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي غير أسلوب المعركة من هجوم على عير لقريش إلى معركة فاصلة حاسمة. هذا كان الدرس الأول، وهذا يعني النجاح الكبير للقائد الفذ صلوات الله وسلامه عليه، حيث غير ذلك الأسلوب ولم يتفاجأ صلوات الله وسلامه عليه. ثم الأسلوب الثاني وهو المشاورة، فلقد شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبه حينما رأى أن المعركة تغير مسارها، فقال: أشيروا علي أيها الناس، فقام المهاجرون وأشاروا خيرا، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس، فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وقال: كأنك تريدنا يا رسول الله، أي معشر الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: يا رسول الله، آمنا بك واتبعناك وصدقناك وأعطيناك على ذلك العهود والمواثيق يا رسول الله، والله لو سرت بنا برك الغمام لسرناه معك، ولو أنك خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، وإننا لصدق عند اللقاء، صبر عند الحرب، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى وهو رابط الجأش صلوات الله وسلامه عليه. ثم حبك المعركة بالشكل الجيد، فلقد نظم رسول الله صلى الله عليه وسلم جنده، ولقد رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم جو المعركة بالشكل الصحيح، فكان أسلوب المعركة المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة، وهكذا كان نظامه صلوات الله وسلامه عليه. أعد معركة فاصلة قاطعة منه صلوات الله وسلامه عليه. ثم التضرع قبل المعركة، فلقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، حتى قال له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إن الله وعدك نصره، فارفق بنفسك يا رسول الله. ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى مرات ومرات. ثم أسلوب المسامحة الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدء المعركة، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه الكثير من القادة. فلقد وقف أمام أصحابه وقال: من كان له عندي حق فليقم ليأخذ حقه مني. فقام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو سواد، فقال: يا رسول الله، إنك آلمتني حينما كنت تسوي الصفوف، فهل أقدتني من نفسك؟ قال: لك ذلك.
قال يا رسول الله ولكنك أصبتني وأنا مكشوف الجسم، فهل لك أن تكشف لي عن بطنك حتى آخذ حقي؟ فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فأخذ سواد يقبل ببطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما حملك على هذا؟ قال رأيت المعركة ورأيت أني مستشهد لا محالة، فأردت أن يكون آخر عهدي أن ألمس جلدي بجلدك يا رسول الله. فهذا كان منه صلوات الله وسلامه عليه أن يستسمح الناس قبل أن يدخل المعركة، وهذا ما وجب على كل قائد أن يقف هذا الموقف. ثم استنفار الناس وتشجيع الناس في المعركة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت ظلال السيوف، فأخذ الناس يقبلون على المعركة بكل ما أوتوا من قوة، ومنهم من كان شهيدا ومنهم من نصر، وهكذا رضوان الله تعالى عليهم. وهذه بعض الدروس، وهذا غيض من فيض من مدرسة بدر الكبرى التي من الله عز وجل بها على الأمة الإسلامية وعلى الدولة الإسلامية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتأملين، وأن يجعلنا من المستفيدين، وأن نأخذ العبر والعظة من هذه الدروس المستفادة من معاركه صلوات الله وسلامه عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأسأله سبحانه أن يمن علينا وعلى المسلمين في هذا الشهر العظيم بالنصر والخير والبركة في سوريا وفي غيرها من البلاد، والحمد لله رب العالمين.